عندما انظر اولا في البدايه الى نوال السعداوي انظر اليها كمبدعه كاديبه، لان الابداع في نهايه الامر، ومن لا يتذوق طعم الابداع لا يمكن ان يشعر بطعم الحياه. الدين في نهايه الامر اقول ليست مشكلتنا في الدين، الدين سيبقى ما بقيت الاسلام وما بقيت الجوامع. المشكله اننا نريد مجتمعا يتغير، نريد امراه تستطيع ان تكون فاعله. لماذا تكلمت عن نوال السعداوي؟ لأن المواضيع المحظورات لسيجي تابو نتكلم عنها، وهي الدين والجنس والسياسة، والتي كانت سببا في تأخر المجتمعات العربية، لأن الحكام في نهاية الأمر أرادوا أن تكون هذه المواضيع سر الكتمان، وكأنها أصبحت مقدسة ولا يمكن أن نناقشها. في تونس اليوم نحن مدعوين إلى مناقشة كل المواضيع التي تتقدم بنا. نحن كتونسيات نرفض أن تكون المرأة مجرد شيء، المرأة ليست شيء، المرأة في نهاية الأمر هي كيان مستقل. أسأل الزميلة هل يمكن أن تقبل أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها؟ العدالة هنا هي عدالة معنوية. المرأة وفي المجتمع التونسي وخاصة حسب طبيعة النظام الاقتصادي لا يسع إلى 4 زوجات. بعض الفقهاء يقولوا أن المرأة يمكن أن يحدث لها سرطان إذا في الرحم إذا بقيت إذا زوجة واحدة، وهو ما بين قوسين هو ينص مثلا على تعدد الزوجات. أقول له ماذا لو كان السؤال بالعكس؟ ماذا لو كانت المرأة هي ذات طاقة جنسية أكثر من الرجل؟ هل تتزوج 4 رجال هي أيضا؟ يعني هنا مثل ما يمكن أن تتعرض المرأة للسرطان، وهو تكلم عن ذلك، الرجل هو مهيئ لذلك. مجتمعاتنا الآن هي بحاجة إلى أن تتقدم في جميع المستويات، ولسنا نتعرض إلى قضايا قد وجدت منذ القرن الثاني للهجرة. موضوعنا ليس الإسلام الآن، قمنا بالثورة من أجل الحرية، من أجل الكرامة. نحن كمواطنين مثلا لم ننل شيئا إلى الآن، يعني ضرورة أن نغير أفكارنا. أنا ليست مشكلتي مع الإسلام، مشكلتي مع هؤلاء الفقهاء الذين خرجوا على النص الأصلي، وذلك لكي يحصل لهم متعة جنسية، والتي يعتبرون أنها هي ذلك الشيء الذي يهمهم. هؤلاء الخوارج من الوهابيين الذين جاءوا إلينا ليفتوا ليس مكانهم. نحن لدينا العديد من الشيوخ من الزيتونة والذين يشرفوننا كتونسيين، وذلك ما سيتقدم بنا. أنا مع كل تونسي وتونسية يستطيع أن يتقدم ويرتقي بنا. لست مع اضطهاد وزواج الفقيرات الذي لا يمكن أن تعاني منه سوى المرأة. نحن مع امرأة تونسية فعلا يمكن أن يعني تتقدم وترتقي بتونس، ولا مجال هنا للتكلم باسم الدين. البعض أصبح وكأن له تفويض شرعي، وكأنه أصبح له فك التوبة ليدخل الناس إلى الجنة والنار. من أنتم وأين كنتم في السابق؟ نحن في عهد من علي مثلا في حزب العمال وفي الجامعة التونسية وفي أثوار الجامعة التونسية دافعنا عن من ترتدي الحجاب باعتبار أن كل ذلك هي ممارسات شخصية. والآن الذي سيتكلم باسم الدين نقول له نرفض أن تكون أنت تتكلم باسم الدين، لأن النص القرآني سيبقى. وقلت الجوامع مفتوحة، ومن يشاء أن يذهب ليؤدي الشعار. فالمجال مفتوح. تونس الآن في معرض خطير، ولا يمكن أن يأتوا إلينا باسم الدين لكي يقولوا أنهم يدافعوا عن الدين. سأصمتوا، الدين ليس بحاجة إليكم لكي تدافعوا عنه. نحن في تونس الآن نحن بحاجة إلى كل هذه الطاقات النسوية وكذلك الرجالية لكي تتقدم بتونس، لنبني تونس إذا معا. يعني هذه